كل ما اتفرج على فيلم عربي اكتشف ان هو مقتبس او متاخد من فيلم اجنبي. فيلم تاج بتاع تامر حسني اللي كنا لسه بادئين نقول بشاير الابطال الخارقين ابتدت تخش في السينما بتاعتنا اهو، طلع يا مان مستوحى طبعا من الافلام اللي زي مارفل، وخصيصا بالاخص افلام سبايدر مان. الله، امال هي يا مان جمله افلام العربي ام الافلام الاجنبي جت منين؟ هم يا مان طلعوا افلام قليلين، لكن في زي مثلا فيلم ذا مامي اللي اتعمل سنة 1999 كان متاخد من نسخة قديمة من افلامنا احنا زمان، الموميا سنة 1932، وفيلم لورنس اوف ارابيا سنة 1962 الا انه مقتبس من رواية تاريخية لورنس العرب، الا ان فيه شوتس وتشابهات كتيرة من الفيلم المصري لمصطفى العقاد الرسالة 1976. حتى ثلاثية مخرجنا المصري يوسف شاهين ما سلمتش منهم، اقتبسوا منها وعملوا فيلم فارويل ماي ايجيبشن لاف 2019. عزيزي المصري ابعتها بقى للاجنبي. The Arabic movies are the mother of the English movies. ابعتها لهم.